سلام يا أحباب، كما عدتم علي دائما أحل لكم المشاكل بالنسبة للذين يعانون من الأفعال المنعكسة، وهذا عانيت منه أنا كذلك. اليوم سوف تخرج من هذا الفيديو وأنت فاهم. كما لاحظتم أنني دائما أبحث عن أبسط الطرق وأعطي أمثلة كثيرة، وبعض المرات أعطي حوارات حتى وأن لو أما أظهر هكذا مثلا، لكني أشرح إما بالكتابة أو بالصوت. يعني أنه الذي لا يستفيد إما أنه يشاهد الفيديو بدون اهتمام ولا يسجل ولا يفعل ما أقول له أن يفعله مثلا، ذلك هو الذي يستفيد. أما مثلا من يهتم ويطبق ماذا أقول له، يكون أكيد أنه سوف يحل أي مشكلة يعاني منها في اللغة الإيطالية، أو ربما التحدث في أقرب فرصة لن يعاني منها. المهم نبدأ اليوم. بالنسبة للأفعال المنعكسة، هي الأفعال التي يفعلها الفعل الذي يفعله الشخص بنفسه. لديها بعض الأفعال لديها الصيغة العادية. نعطيكم مثال بحال زفيلياري وزفيليارسي. ستلاحظون في النطق باللغة العربية الفرق فين كاين. زفيلياري هي يوقظ، هو يوقظ الشخص الآخر، هذا يوقظ. ولكن زفيليارسي يستيقظ. زفيليارسي يستيقظ، يعني الفعل يعود عليه. أعطيكم مثلا ماتري كذلك. ماتري هي يضع، وعندما أقول ماترسي هي يضع نفسه في أمر ما، يضع نفسه. أعطيكم مثال آخر، مثلا فيستيري. فيستيري ولا فيستيري هي يلبس، هو يلبس شخصا آخر، ولكن فيستيرسي هو يلبس. أعطيكم مثال لكي تفهموا أكثر. أعطيكم مثلا io mi sveglio presto la mattina. أنا أستيقظ مبكرا. ولكن عندما أقول مثلا io sveglio i bambini، أنا أوقظ الأطفال. فهمتم؟ يعني أوقظ الأطفال، لا أفعل ذلك الفعل لنفسي. هنا بصيغة عادية io sveglio، لم أقل mi sveglio. جيد، أعطيكم هنا بعض الأمثلة. هذه غالبية الأمثلة الأفعال المنعكسة تجدونها هنا. لكي لا أطيل الفيديو لن أنطقها كجميعها. المهم، الحالة الثانية التي يستعمل فيها الفعل المنعكس هي الفعل الذي يحدث بين اثنين، بين شخصين أو أشخاص. أعطيكم مثال لهذه الأفعال. مثلا أبراتشارسي، مثلا أمارسي، مثلا سالوتارسي. مثلا بالنسبة لسالوتارسي مثلا أعطيكم مثلا نحن نسلم على بعضنا، يعني الحدث يقع بيننا، نسلم على بعضنا كل صباح. ci salutiamo ogni mattina. وإذا نريد أن نقول مثلا بصيغة عادية سالوتاري، ليس سالوتارسي. سالوتاري صيغة عادية، سنقول هو يسلم على شخص ما، أو مثلا أنا أسلم على شخص ما. ليس السلام يمر مثلا تقول مثلا نتسالم، ولكن أسلم. لاحظتم الفرق في النطق بالعربية. نريد أن نقول هو يسلم على جاره مثلا lui saluta il suo vicino ogni mattina. المهم، هناك حالة عندما مثلا يلتقي فعل عادي مع فعل منعكس. بطبيعة الحال الفعل العادي يكون يصرف، والفعل المنعكس يوضع كما هو. ولكن هناك حالة، إما أن تضع مثلا أعطيكم مثلا علي مثلا ألبس، يجب علي أن ألبس مثلا. يجب علي هي أنا ديفو vestirmi أو mi devo vestire. جيد. وله مثلا هو نريد أن نقول هو أو أنت مثلا يجب عليك أن تلبس. جيد. تي ديفي. كذلك الفعل العادي أو الصيغة العادية لفعل مع الفعل المنعكس يتغير تصريفه. ديفي، تي ديفي أنت، تي ديفي فيستيري أو ديفي فيستيرتي. جيد. لم يتبقى لدينا سوى صيغته في الماضي البسيط، الباساتو بروسيمو. الباساتو بروسيمو قلنا بأن الفعل المنعكس في فيديوهات سابقة، حاولوا أن تشاهدوها، أنه يستخدم الفيرب اسيري كفعل مساعد مع الأفعال المنعكسة. جيد، هذا مشكل محلول. إذا بالنسبة للتصريف يبقى في الشكل العادي ما يضاف فقط أي أفعال مثلا كانت مع الصيغة العادية تؤخذ مثلا من فيرب افيري، عندما يكون فعل منعكس يصبح فيرب اسيري، ويضاف كذلك كما قلنا مي تي سي تشي في. أعطيكم مثلا وكذلك صيغة التذكير والتأنيث والجمع والمفرد. نعطيكم مثلا ميسونو لافاتو، أنا إذا اغتسلت. ولا بنت تقول ميسونو لافاتا. وكذلك في الجمع مثلا سي سونو، سي هم، سي سونو لورو، سي سونو
لافاتي، لافاتي بالنسبة للمؤنث، وإي في الأخير بالنسبة للمذكر. لافاتي لافاتي، لورو سي سونو لافاتي. هذا ما كان بشكل بسيط، وستفهمون أكثر في هذا الحوار. لذلك الحوار كما أضع لكم، حاولوا لكي تستفيدوا أكثر ولكي تحفظوا أكثر من الكلمات ولتمرنوا ألسنتكم. افعلوا ما أقول لكم. عندما أضع لكم الجمل وحدها دون اسم، حاولوا أن تقرأوها بصوت مرتفع وتعيدوها مرة واثنين. وكذلك عندما أعطيكم الترجمة حاولوا أن توقفوا الفيديو وتترجموا قبل أن تظهر لكم الترجمة مع النطق. أتمنى أن تكونوا استفدتم. أدعكم مع الحوار. أراكم في وقت لاحق.